لاعب ولا مدرب اصعب؟ لا الحقيقه الاثنين صعبين، بس المدرب طبعا اصعب بكتير. المدرب بيشيل المهمه كلها، بيتحمل مسؤوليه الفريق، لا فرد فرد والجماهير كلها شايفهم ومتحمل مسؤوليتهم، ومتحمل مسؤوليه بلد عظيمه زي مصر والوطن العربي. فبالتالي الموضوع مش سهل خالص. موضوع محتاج ان انت تكون، اذا دخلت موقف زي ده، ربنا اكيد لازم تكون قده، ولازم تكون مستعد ليه من ناحيه استعداد رباني، يكون عندك القدره، عندك التالنت، عندك التحمل ان في كل المصاعب، في انت لازم ترضي اولا، ترضي بعد ربنا، ترضي الناس ان انت بتحاول من خلال شغلك مش بالكلام، لازم ان احنا عايزين نعمل حاجه. فكل الكلام ده مش سهل، محتاج شغل واجهاد كبير، لان انت كمان مش مدرب نادي، انت مدرب منتخب، بتاخد الفريق في وقت قصير، بتحاول تعمل تكتيك معين، بتحاول تستعد. كان الفيفا دي بيديك في خلال 9 ايام بيديك مباراتين، مباراه في ملعبك ومباراه خارج ملعبك، زي وحتى التجمعات الكبيره زي كاس الامم وكاس العالم، انت بتلعب كل 3 ايام او 3 4 ايام ماتش. فكل ده محتاجه ازاي تسيطر على الموقف، ازاي تخلي اللعيبه تكون مركزه، عندهم اصرار، اللاعب اللي بيلعب بيمثل بلده. في كل الكلام ده زائد بتنافس المنافسين اللي قدامك، بتعرف تتعامل معاهم ازاي. فالموضوع مش سهل خالص، لكن شرف لاي حد ان هو يتولى منتخب بلده ويكون مدرب وطني.